السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة ليلة الجمعة او يوم الجمعة. طبعا الناس دلوقتي ساعة الصلاة، كله بيصلي، الولاد نزلوا مع باباهم يصلوا. قلت بقى ايه، اعمل لهم انا شوية فطار حلوين في البيت، لا اشتري فول من بره ولا طعمية، يعني تغيير كده. قلت اعمل لهم شوية مسقعة على حبة بتنجان مخلل، على حبة بطاطس مقليين او محمرين، مع شوية بطاطس مهروسة وشوية شطيطة، حاجة كده جامدة جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله. مش هقول لكم مقادير، انا هشتغل معاكم واحدة واحدة وعلى البوتاجاز، وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط في كل خطوة. تمام؟ بس قبل بقى ما ابتدي الاكل لازم اعمل فنجان القهوة باللبن بتاعي، ويلا بينا نعمله. صراحة انا كنت جايبة الكنكة دي فخار، تمام؟ كنت قلقانة منها جدا، لان الفخار اللي اعرفه انه بيدخل الفرن. بس عايزه اقول لكم الكنكه دي جامده جدا جدا جدا، لو لقيتوها هاتوها هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم كانكم عاملين القهوه كده على الرمل، آه جايبينها من بره، حاجه كده عظمه. يلا بينا نعمل الاول فنجان القهوه. كده جبت الكنكه بتاعتي، حطيت فيها السكر اللي انا بحبه، تمام؟ انا بحبها مسكره، تمام كده. هجيب بقى البن بتاعي، احط قد معلقتين كده حلوين كبار، وهنزل عليهم باللبن. عايزينها ساده؟ تمام. وهقلب بقى حلوة قوي. القهوة عايزة ان انت تقلبيها جامد جدا جدا. قلبتها اهو، هحطها على العين الصغيرة واوطي عليها خالص، ما تخافيش من الكنكة دي ابدا. وافضل اقلب اقلب جامد جدا جدا، شوية حلوين كده عشان يدوني الوش الجامد اللي هوريه لكم دلوقتي. كده حطيت القهوه بتاعتي على النار لغايه ما تستوي، تمام؟ عبال بقى ما القهوه تستوي حطيت الطاسه بتاعتي عشان احمر البطاطس. الزيت سخن، تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ جبنا البطاطس بتاعتنا غسلينها حلو ونقعينها في ميه، حطيت كده. وعلى عين التانية هعمل ايه؟ هسلق حبه بطاطس مكعبات اهي، مقطعاها، غسلها برضو مقطعاها مكعبات عشان اعمل لهم شويه بطاطس ايه، مهروسه، تمام كده. حطينا البطاطس المحمره هتتحمر دلوقتي، انا حطيت واحده بس، ايه، علشان الزيت يسخن كده واعرف ان الزيت سخن، تمام كده. وهنا البطاطس المهروسه معاكم واحده واحده. عايزه اقول لكم اهم حاجه بس ما نحطهاش على ميه الكنكه، ما نحطهاش على ميه ساقعه او حاجه ساقعه، تمام؟ موطيه النار خالص بس عشان ما تفرش مني. عايزه اقول لكم جامده جدا، بتخلي القهوه بجد ريحتها تحفه. الزيت بتاعي سخن جامد، هحط بقى فيه ايه، البطاطس بتاعتي تتحمر حلوه قوي. قلت بقى اغير لهم، ولا فول وطعميه ولا حاجه اشتريها من بره، قلت اعمل لهم كل اللي موجود في البيت بالشكل ده اهو. هقلبها كده واسيبها بقى تتحمر مع نفسها، واللي يطلع اصفيه وايه، وهوريكم بعد كده. خلاص كده في المرحله دي بقى ايه، انا مش عارفه اوريكم القهوه، هي لسه، بصوا انا ماسكاها اهي بقالها فتره. هي بس بتاخد وقت شويه على البوتاجاز، بس حاجه كويسه يعني. احنا بنحب القهوه تبقى على الهادي خالص عشان تطلع الوش وتبقى حلوه قوي، فانا سايباها براحتها. هجيب بقى ايه، انا بقى اعمل لكم شويه شطيطه حلوين قوي. ايه الشطيطه دي يا لوزه؟ هقول لكم حالا. جبت حاجه هحطها على النار، اولع كده، حطيتها على النار، سهله قوي وطعمها بيبقى خطير جدا. جبت الزيت سخن عندي، هحط كام فص ثوم
حلوين كده يتشوحوا. يا دوبك بس ريحتهم تطلع. كده التومه بتاعتي اتشوحت وريحتها طلعت. هنزل بقى بايه؟ جبت 3 حبايات طماطم على قرنين فلفل قطعتهم حتت صغيره كده، وهنزل بيها على طول في الايه؟ على التومه. تمام. بديها تقليبه حلوه كده واسيب ده كله يتسبك مع بعضه. عندي عصير طماطم، احط ايه؟ قد حبه صغيرين خالص كده، واسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. الطماطم والفلفل بصوا عايزه اقول لكم بتفتح النفس جدا، حاجه جامده. انا مسميها شطيطه، معرفش بقى اسمها ايه حقيقي او ده اختراع ولا لا ولا ايه بالظبط. تمام. هخليها بقى كده ايه؟ تتسبك مع بعض كده. القهوه بتاعتي اهي ابتدت ايه؟ تفور اهي. يلا بقى اصبها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عايزه اقول لكم تحفه، جامده جدا جدا جدا. ايه رايكم بقى؟ نشربها بقى كده ونمخمخ ونعمل فطارنا حلو جدا. في المرحله دي انا نقلت الطبق اللي فيه او الطاسه اللي فيها الشفيطه القوطه والفلفل ورا. تمام كده. عندنا البطاطس بتتحمر والبطاطس المهروسه بتتسلق. جبت بقى ايه؟ جبت حله حطيتها على النار، حطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. تمام. هنزل بيهم هنزل على الزيت والسمنه ببصلايه صغيره جدا مقطعاها مكعبات ونص قرن فلفل حامي. تمام. وانزل بيهم بقى كده واقلبهم حلو قوي. ايديا برضو في البطاطس كده وانا بقليها على طول عشان ما تتحرقش مني. ان شاء الله البطاطس الجديده بقى المرمله قربت تطلع، هجيبها معاكم واخزنها، هتقعد معاكي من السنه للسنه. ادينا بنشوف الحاجه بتبقى غاليه ازاي وسعرها غالي ازاي. تمام كده اهو. البصله بتاعتي يا دوبك تدبل بس، انا مش عايزاها تتحمر. نعمل بقى شويه مسقعه جامدين جدا. عايزه اقول لكم القهوه خطيره جدا بجد والله، جامده، طعمها جميل. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. انا كنت كنت خايفه منها ان انا احطها على البوتاجاز من فوق، بس صراحه حلوه جدا. جربوها، لو لقيتوها هتلاقوها عند بتوع الناس اللي بتوع الفخار والحاجات دي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. خلاص البصله بتاعتي دبلت، هنزل بيها بمعلقه ثوم كبيره وابتدي ايه؟ اقلبها كده طبعا. برضو اشم ريحه الثوم واقول لكم هنعمل ايه على طول اهو مع بعض. كده شميت ريحه الثوم اهي. هنزل بمعلقتين صلصه. تمام. هنزل بمعلقتين صلصه عليهم كده
قبل الايه الطماطم، قبل عصير الطماطم. بديها تقليبه حلوه قوي. خلاص قلبتها، هنزل بعصير الطماطم واخليها تتسبك بقى. هقلبها اهو، خليها تتسبك مع بعض، وهقول لكم التوابل اللي هنحطها عليها ايه هي دلوقتي. كده الصلصه بتاعتي عندي بتتسبك، بتاعت المسقعه، والشطيطه شغاله تمام وزي الفل، والبطاطس بتتحمر وبتتسلق، البطاطس التانيه بتتسلق. جبت بقى ايه؟ جبت شويه توابل، حطيت معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه بصل بودر، معلقه ثوم بودر، مكعب مرقه دجاج. مش حابين مرقه الدجاج ما تحطوهاش. تمام. هعمل ايه بقى؟ هحط، قلبتهم في بعض كلهم، وهحط معلقه كبيره على المسقعه، وهحط معلقه كبيره على الشطيطه، وهقلبهم حلو قوي، واسيبهم مع نفسهم بقى كده ايه، يتسبكوا حلو. طبعا انا كنت غاسله مقطعه البتنجان بتاعي للمسقعه، وغسلاه حلو وايه، ونقعاه، مش نقعاه في ميه ولا حاجه، حطاله ملح بس، وسيبته في مصفى يتصفى عشان ما يشربش مني الزيت. تمام. فمجهزاه بعد البطاطس على طول، هقليه مع ايه، كام حته فلفل كده. لو حابينها حراقه تمام، مش حابينها حراقه ممكن تحطوا فلفل رومي، ممكن ما تحطوش فلفل خالص، بس احنا بنحب الحاجه ايه، مشطشطه كده تفتح نفسنا. تمام كده. حطيت التوابل يتسبكوا خلاص. الشطيطه ما بتاخدش وقت، شويه بساط وهرفعها من على النار. بطاطس تتحمر، وهقلي البتنجان اهو. بصوا غسلته وقطعته وحطيت، رشيت عليه ملح وحطيته في مصفى. دلوقتي بقى خلاص البطاطس قربت تطلع، هحطه على طول اقليه. تمام. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه على طول مع بعض. على طول احلى فطار، ولا فول ولا طعميه، تغيير عن الروتين العادي بتاعنا. كده انا قليت البتنجان بتاعي المسقعه نص قليه كده، ما بحبش احمره قوي لان بنحطه ياخد له غلوه كده مع الصلصه. عملت كام شريحه فلفل حامي، اللي مش حابب بلاش منه. تمام. والبطاطس اتحمرت عندي، خدت منها شويه. يلا بينا بقى على طول نعمل ايه على الصلصه بتاعتي، ونحطها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط شويه البطاطس. انا ما حطيتش ملح في الصلصه. تمام. ليه؟ لان انا حاطه ملح في البتنجان، وحاطه ملح مرق الدجاج، فمش محتاجه، او هدوق، ولو عايزه هظبط الملح بتاعها. هتاخد غلوه كده. انا بقلي البتنجان بتاع المخلل بيتقلي على النار. هنا هسيبها تاخد غلوه، هظبط لها الملح واسيبها تاخد غلوه، وهقفل عليها واشيلها على طول. البطاطس بتاعتي خلاص ابتدت تستوي خالص. تمام. ههرسها وهي سخنه كده، وهقول لكم هنكملها ونعمل فيها ايه. دلوقتي هخلي المسقعه تاخد غلوه وهرجع لكم على طول. تعالوا بقى لغايه ما البتنجان بتاعي يتقلي كده. المسقعه بتاعتي هخليها غلوه زي ما قلت لكم. نعمل ايه بقى؟ نعمل دقه البتنجان. معايا معلقه توم كبيره، كم قطعه فلفل اخضر، فلفل احمر. تمام. اللي هو حراق او بارد اللي تحبوه. هضربهم في الكبه مع حبه ملح، حبه كمون، حبه فلفل اسود صغيرين جدا، حبه كزبره، ومعلقتين 3 كده خل، ونضربهم في الكبه ونحضر للبتنجان بتاعي. بعد ما يتضربوا كلهم مع بعض هحط معاهم معلقه زيت واحده عشان يلمع لي البتنجان. يلا بينا ونظبط ملحهم، ويلا بينا هضربهم على طول وارجع لكم.
كده البطاطس بتاعتي هرستها حلوه قوي. قبل بقى انا عملت الخلطه اللي قلت لكم عليها، بس ما حطيتش ولا خل ولا زيت دلوقتي. ليه؟ لان هاخد معلقه صغيره منها احطها على البطاطس المهروسه. تمام. وهحط حبه ملح صغيرين وحبه زيت، ونقلب ده كله في بعضه. تبقى كده البطاطس عندي جهزت. ممكن اولع عليها شويه. انا طفيت على المسقعه خلاص كده تمام. هقلب بقى البطاطس بتاعتي كده. بقلي البتنجان اللي هو المخلل. هعمل ايه بقى في المرحله ديت؟ انا ممكن ازود كمون للبطاطس، شويه كمون. هعمل ايه؟ جبت طماطمايه غسلتها حلو ونشفتها بمنديل، وهحطها في الزيت مع البتنجان وهو بيتقلي. ليه؟ لان انا هحطها على الخلطه بتاعت الفلفل والقوطه، وهديها ضربه بالكبه مع شويه الخل ومع معلقه الزيت. عايزه اقول لكم خلطه بتبقى تحفه للبتنجان. جربوها بالطريقه دي. تمام كده. انا خليتها تتقلي برده مع البتنجان. كده البطاطس عندي جهزت. هضرب بقى الخليط بتاعي اللي هو الفلفل مع الطماطمايه لما تتحمر في الكبه مع معلقه الزيت ومعلقه الخل، وهرجع لكم على طول هقول لكم النتيجه ايه. وبكده فطارنا جهز. عايزه اقول لكم فطار عظمه جدا جدا جدا، ولا فول ولا طعميه. بصوا المسقعه بتتكلم عن نفسها، ولا شويه البطاطس المقرمشين المحمرين مع حبه البطاطس البوريه اللي بالشطه كده جامدين جدا، مع شويه بتنجان بالخلطه دي. حطوا القطايه تتقلي في الزيت مع البتنجان، واضربوها في الكبه مع الفلفل والثوم. عايزه اقول لكم خطيره، تتبيله جامده جدا جدا جدا. تمام. جربوها حلوه قوي. بصوا حبه الشتيته الجامدين دول فظاع. مش حابه الفلفل الحراق، يبقى نعمل ايه؟ فلفل رومي. تمام. بصوا بقى الحلاوه. بصوا شويه تتبيله البتنجان جامدين جدا، حبة البطاطس، حبة المسقعة الجامدين، شوية البطاطس المهروسة، وناكل ونقول الحمد لله. تمام. تمام. عايزاكم بقى تجربوا خلطة البتنجان الحلوة الجامدة دي مع شوية الشتيتة الجامدين دول والفطار الحلو ده. جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.